مساء الخير. أهلين، شو صار معك؟ بشو؟ بينك وبين أبو أمجد وابنه. ما شاء الله. تعرفي، يعني أمك بالرغم من إنها متعلمة ومثقفة ومدركة، بس مثلها مثل أغلب النسوان ما بتتحمل إنه تحمل سر بداخلها أبداً. حضرتك ما اتصلت فيها ولا طمنتها، قامت قلقت عليك، وأنا بخبرتي المعهودة حاصرتها من كل الجهات هيك لحتى حكت لي. معها حق. شو بدي ساوي؟ رحت على الشغل، وبعد الشغل رحت على القهوة وشفت أبو منير ولعبت أنا وياه بالطاولة ونسيتها. وغلبته، ونسيت مو بس الماما، نسيت العالم كله. أخ، بس بدي أفهم شو سر طاولة هالزهر معك؟ والله يا بنتي عادة مثل كل هالعادات. وين أمك؟ مثل العادة بالمكتبة. أمك يلي بهالعمر ويلي خالصة من الجامعة ودارسة ومنتهية من كل الأمور قاعدة عم تتثقف وتقرأ وتدرس، وأنت عندك سنة تخرج قاعدة عم تتفرجي على التلفزيون؟ صدقني عم بدرسوا. شوف أهلين وكريم. يعطيك العافية. أهلين. شو صار بينك وبين أبو أمجد؟ يا حبيبي، أنت كمان صار عندك خبر؟ أنا فكرت والله بس سلافة اللي درياني. على كل نقيمنا من أمجد وأبو أمجد. قل لي أنت، في شي بينك وبين سمر؟ لا. لأنه أبو منير لمح لي شي وكان بده يحكي، بس ما بعرف ليش قطع الحديث وما حكى. قلت لحالي بسألك أنت. خير يا ابني، في شي بينك وبين سمر؟ شو قصتكم؟ ما في شي بابا. باين أنت كمان ما بدك تحكي مثل ما بتريد، بس لابد ما تنكشف الأمور بعدين. كمل عزفك، تصبح على خير. أنت بخير؟
انت مو هامك حدا، وكل يوم والتاني عند رفقاتك. حبيبي أنا أخذت إذن منك نسيت، بعدين ليش عم تعيط؟ فاخر ليه عم تعاملني هيك؟ انت اللي خليتيني اتصرف بهالشكل. انا بحياتي ما كنت هيك، بحياتي ما كنت هيك. اي والله ما كنت هيك، كنت ما في أرقم منك. بحياتك ما رفعت صوتك بوشي ولا قلت لي كلمة تجرحني، بعدين كنت تثق فيي. صحيح، كنت اثق فيكي. وهلا بطلت تثق فيي؟ احكي، بطلت تثق فيي؟ نعم، للأسف هذا اللي صار يا أمل. أنا بطلت أثق فيكي. ليه؟ أنا شو عملت؟ ما بتصور إني غلطت. ما بيكفيني إني متحملة وساكتة. ما بيكفيني إنه شو؟ ما تكملي؟ ليش سكتي؟ رحت لعند الدكتور وتعالجت من العقم من ورا ظهرك؟ طلعت ما بجيب أولاد؟ شو؟ عرفت؟ أمك قالت لك مو هيك؟ عرفت، ومن أكثر من مصدر كمان. أنا شو واحد بدي أسألك إياه يا أمل؟ أنت رحتي لعند الدكتورة النسائية وعملتي تحاليل ولا لا؟ جاوبيني. رحت إيه، شو قالت لك؟ مثل ما قالوا لك، ما بجيب أولاد، العيب مني أنا. طيب ليش ما قلتي لي؟ كنت بدي أقول لك. لا، ما كنت بدك تقولي لي. اللعبة أكبر من هيك بكثير يا أمل، أكبر من هيك بكثير. فاخر أنا لعبة، مشان الله إني أنا لعبة. تصبحي على خير. فاخر بدي نام. اتركيني. شرف أخي، بدك تنسالي موضوع أبوك وشكوكه إذا في خلاف بينك وبين سمر ولا لا. خلينا بالشيء الأهم. وشو هو الشيء الأهم؟ نحدد موعد العملية وبعدين بنشوف موضوع سمر. أخي، قبل ما نحدد موعد العملية أنا بدي أعرف موقف سمر. البنت محتارة ومترددة، يعني ساعة بتقلي أنا معك ومستعدة ضل معك طول العمر، وساعة بلاقي موقفها ضعيف قدام أهلها. سعد، نحن تأخرنا على العملية كتير، لازم نقرر بسرعة. نسالي موضوع سمر هلا. بعدين بصراحة سمر واقعة تحت تأثير أهلها وخاصة أمها، وبصراحة أكتر سمر شخصيتها ضعيفة. أنت بتعرف هالشي منيح. بس أنا بحبها مثل ما هي وشو ما كانت. بكرة بتروح معي لعند الطبيب وبنحدد وقت العملية، فهمت؟ يا ترى يا فاخر شو مخبي علي؟ شو هي اللعبة يلي لعبتها ضدك مثل ما أنت متصور؟
سانو؟ لعند رفيقتي، بدي اتنفس رح طق من القعده بالبيت. هذا كلام قوليه لوحدة غيري. هالحكي ما بيمرق علي. مفكرة ما سمعتك وانت عم تحكي مع سعد على التليفون؟ ماما بترجاكي بعدي عن طريقي، انا لازم شوفه. سعد رح يدخل على المستشفى مشان يعمل العمليه، وانا لازم شوفه قبل ما يدخل على المستشفى. شرفي روحي شوفيه. تفضلي، هي الباب مفتوح وانا بعرف شغلي معه. الو، مرحبا ست ام كريم. انا ام منير. الحقيقه انا حابه احكي معك كلمتين. لا ما فيني اجي، بفضل اني احكيهم على التليفون. مظبوط، والله مظبوط. ايه، بعرف انه مريض وعم يتعالج، معه التهاب رئوي. بس هالشي يا ام منير ما بيستدعي انك تطلبي هالطلب الغريب. كيف بدك ياهن يتركوا بعضهم ويفكوا الخطبة؟ هالشي بيقرروا ابوها وجوزي وسعد وسمر نفسهم. نعم، شو بو ابني؟ والله بعرف انه مريض، قلت لك معه التهاب رئوي وعم يتعالج منه. شو؟ يلي معه اخطر من هيك؟ شو يعني اخطر من هيك؟ ام منير، يا ام منير، شو يعني اخطر من هيك؟ اخطر من الالتهاب الرئوي. يوجد ارتفاع في سرعة تدفق الدم. شو يعني؟ يعني أهلك حكموا علي بالموت قبل ما أموت، وأنتِ استسلمتي، رضيتي إنه أهلك يحكموا علي بالموت. يعني ما بدك توقفي معي. شو ليش ما عم تجاوبي؟ حبك انت بتعرف هالشي منيح.
بعد كل هالصور حابة تتأكدي مدام؟ شو بدي أقول لك؟ أنا مقدر وضعك، بس ما بحسن أخدعك. الصور بتأكد التشخيص. وشو التشخيص؟ ممكن أعرفه؟ مثل ما قلكن الطبيب المعالج، ورم بالفص الأعلى للرئة اليمنى. انت خدعتيه ولعبتي عليه؟ انت يا امل؟ انت ولا هو؟ شو قصدك بهو؟ ما قصدي شيء، يعني عن سهراته برات البيت مع هذا اللي اسمه وحيد. لا تلف وتدور علي، انت بتعرف شو مخبيه؟ امل انا ماني قادر افهم. انت كيف تتحملي؟ كيف بتحملي اهانات امه يوم ورا يوم؟ انت لازم تصرخي بوشهم كلياتهم، لازم تقولي لهم انا بجيب اولاد، انا بخلف، بس ابنكم اللي فيه العيب مو انا. لاني لسه ماني متاكده انه فاخر ما بيجيب اولاد. هو ما عرض حاله على طبيب. بعدين فلنفرض انه طلع العيب منه، ما بتركه ابدا، لازم اوقف معه لأيمتى؟ طول العمر. بس عم يتهمك انك خدعتيه ولعبتي عليه. كل هالشيء امل انك رحتي عند الطبيبه النسائيه. بعرف، بس الا ما يجي يوم ويعرف الحقيقه. واذا عرف، واذا ضل يوجه لك الاهانات، واذا بالاخير تزوج عليكي، شو راح تعملي؟ مستحيل فاخر بيحبني وانا بحبه. مستحيل يتجوز علي. واذا عملها شو راح تساوي؟ اتركه. بكون يلي صار، بكون انخرب بيتك واتطلقتي. فاخر لازم يعرف الحقيقه هلا. شو يعني؟ شو بدك تعمل؟ راح اعمل يلي بيعمله اي اخ بحب اخته. ماهر، ماشي الحال. أنا ما رح أقول لك لا تقابله. قابله. قل له ليش هيك عم تعمل بأمل؟ قل له إني بحبه كثير. قل له إنه بحياتي ما خدعته ولا فكرت أخدعه، والله شهيد على كلامي. بس الله يرضى عليك، اوعك تقول له إنه أنا ما فيني شيء وإنه يمكن يطلع العيب منه. اوعك، الله يخليك. مثل ما بدك. تفضلي. يا اهلا وسهلا. يعطيك العافية. يا اهلا وسهلا. عوض عليكم. عمي ابو كريم، خير يا ابني، شو في؟ سامحتني. عود. دخيل ربك، هلا لساتك متذكر؟ لك والله انا نسيت. طبعا نسيت يا ابني. انا هي عادتي مو من هلا، من زمان كتير. انا ما بذكر الاساءة، انا ما بتذكر الا المعروف. عادل افندي يلي مثلنا ما عنده لا مال ولا عطيان، ما عنده الا هالقلب، ولازم يحافظ عليه صافي ونقي، لانه اذا فقده رح يفقد كل شيء بهالدنيا. عمي ابو كريم، انا اول مره بقابل انسان بطيبه قلبك. اوه، في مثلي طيبين بهالعالم واكثر مني بمليون مره. انا ظنيت رح تاخذ علي، ظنيت رح تخلي ابو امجد يقلعني من المحل، بس انت اللي سعيت لي تمهون. يا ابني، ما في انسان بهالدنيا بيولد شرير، لكن الظروف احيانا هي اللي بتخليه يصير شرير. اما الاصل بالانسان هو الخير.
سمورة حبيبتي، من وقت ما رجعتي من برا وانت نازلة بكي، احكي لي يا سمر، شو صار بيناتكم؟ سعد بيحبني وأنا مستحيل أتركه. ماما بترجاكي اتركوني لحالي بقى. لو كان سعد بيحبك فعلا كان راعى مصلحتك، كان هو اللي طلب منك تتركيه، بس سعد واحد أناني ما بيحب إلا نفسه. ماما سعد بحاجة للإنسان اللي ربط مصيره بمصيرة، أنا مستحيل أتركه. هذا كله حكي فاضي. لو تزوجتيه يا بنتي رح تترملي بعد فترة. سمورة حبيبتي، انت لساتك صغيرة وحلوة والمستقبل قدامك، صدقيني 1000 واحد بيتمناكي. مستقبل؟ سعد هو المستقبل بالنسبة إلي مهما كانت مدته. مساء الخير. أهلين بابا. أهلين بابا. خير، شو بكون؟ شو القصة؟ وين أمكن؟ جوا بغرفة المكتب. أنا جاي تعبان وجوعان، بدي آكل لي لقمة. رايحة أسوي لك عشاء. أنا حاسس في شيء غريب. شو القصة؟ أمي من الصبح قاعدة بالمكتب بابا، قافلة على حالها وما عم تفتح لحدا الباب. كريم، افتحي يا كريم. خير ام كريم، شو بك؟ ما في شيء، قايمة حط لك العشاء. هدي قبل العشاء بدي افهم شو صاير فيكي بالاول. أعوذ بالله.
جاي لحتى تواسيني أو لحتى أنا واسيكي؟ إذا كنت جاي لحتى تواسيني بدي إياكي تجمعي كل مفردات اللغة العربية لحتى نقدر نألف منها جمل نقدر نواسي له فيها. أما إذا جاي لحتى أنا واسيكي ما عندي كلام أقدر واسيكي فيه. شايفة يا أم كريم، حسبنا حساب كل شيء بس ما حسبنا حساب اليوم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لأنه البكي ما رح يفيده لأخوك. يلي حيفيده هلا إنه يشوفنا كلنا متماسكين، كلنا قوايا. فهمتي علي؟ قوايا.